السنة اكيد يعني كانت له حضور وقيادته المجموعه من المقابلات اللي كان فيها الحضور المصري بالنسبه للانديه وكذلك المنتخبات. وطبعا نرجعوا لتفاصيل هذه المعطيات، نتابعوا هذه الفرصه. فرصه بالنسبه للمنتخب الاولمبي المصري، ضربه خطا. هل تحميل الجديد في حدود الدقيقه السادسه؟ اذا ضربه خطا في المتابعه. هناك رقم 4 مصطفى فتحي، والهدف اذا هدف المنتخب الاولمبي المصري. إذا هدف كيجي في وقت مبكر، وقت مهم، على غفله من العناصر الوطنيه. اكيد غنتابعوا المحاوله من جديد. ضربه خطا اكيد بدايه موفقه بالنسبه للمنتخب الاولمبي المصري الشقيق. اذا كيجي الهدف الاول في حدود الدقيقه السادسه. كيتمكن المنتخب الاولمبي المصري من تسجيل هدف، ونتابعوا يعني على الطاير بطريقه جميله وجميله جدا بعد التمريره من مصطفى فتحي، والمتابعه على الطاير بشكل مميز ومميز جدا. كيتمكن بالنسبه للمنتخب الوطني المغربي في بحث متواصل من اجل تسجيل هدف التعادل. فرصه من جديد، التمريره اماميه، اكيد البحث عن تسجيل الهدف. فرصه المنتخب الوطني الاولمبي. هدف التعادل وفرحه بالنسبه للجماهير المغربيه اكيد المسانده في هذه المقابله. اذا هدف التعادل، هدف التعادل ياتي بشكل سريع من طرف اللاعب السعيدي. اذا السعيدي كيتمكن، يوسف السعيدي كيتمكن من تسجيل هدف التعادل. نتابعوا هذه العمليه كانت بشكل جيد، والتمريره في ظل غياب المتابعه من طرف دفاع المنتخب الاولمبي المصري. اذا هدف مقابل هدف، هدف مقابل هدف، مباراة متحركة. المنتخب الأولمبي المصري متقدم على المنتخب الأولمبي المغربي، تتغير النتيجة. وتابعنا الهدف الأول اللي كان من توقيع يوسف السعيدي، وبعدها بضربة جزاء كيتمكن الباشا سفيان من منح المنتخب الوطني المغربي في حدود دقيقة 30 هدف ثاني، وتصبح بذلك النتيجة هدفين مقابل واحد. عند المباراة نتابعوا بطريقة جيدة، والمتابعة من طرف الحارس اللي تألق، حارس المنتخب الوطني الأولمبي المغربي بن عاشور بدر الدين. المتابعة بشكل جيد، وكانت فرصة بالنسبة للاعب رقم 21 محمد سالم عبد القادر، كانت أمامه فرصة تسجيل الهدف، لكن المتابعة هدف ثالث مباغت. إذا هدف ثالث مباغت في الوقت اللي كانت فرصة بالنسبة للمنتخب الأولمبي المصري تسجيل الهدف، هدف التعادل. كيجي الهدف الثالث بالنسبة للعناصر الوطنية. تابعنا الكرة أمامية والعرضية في اتجاه المعترك، وطبعا كنتابعوا اللاعب اللي تمكن من تسجيل الكرة ضد مرماه، اللاعب ديال المنتخب المصري. إذا اللاعب رقم 20 من أودينيزي جعدي نبيل، ومن موناكو حمدي محمد، وابن علي يوسف من تولوز. وكما أشرت في بداية هذه المقابلة، مرابط من أوتريخت ما تمكنش من الوصول لأرض الوطن، وسيلتحق بالمجموعة يوم غد إن شاء الله. تابعوا محاولة بالنسبة للمنتخب الأولمبي المصري، والهدف. إذا هدف ثاني بالنسبة للمنتخب الأولمبي المصري، كيجي بشكل مميز من طرف محمود أحمد السيد اللي كيتمكن من توقيع هدف ثاني. قلت بأنه يعني بالرغم من النقص العددي بالنسبة للعناصر المصرية، بإمكانها أنها ترجع في النتيجة، بإمكانها أنها تسجل الأهداف، وهو الأمر الذي تأتى من خلال المحاولة اللي تابعناها لمحمود أحمد السيد. كيتمكن طبعا من استثمار هذه المحاولة وسوء المتابعة على مستوى خط الدفاع، وكيتمكن إذا المنتخب المصري من تسجيل الهدف. تابعنا الفرصة الأولى اللي كانت لمحمد سليم عبد القادر مهاجم رقم 21، وتتاح الفرصة رقم 10 اللاعب محمود أحمد السيد اللي كيتمكن من تسجيل الهدف